السلام عليكم ورحمة الله، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. بعد أن صرح لاعب نادي ميلان ياسين عدلي قائلا: كلاعب أريد اللعب على أعلى مستوى، ومن المؤكد أن اللعب لمنتخب فرنسا هو هدفي. سأشرح السبب لاحقا، لكن الآن ليس الوقت المناسب. المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش لم يعتمد على لاعب واحد، بل استدعى لاعبين جدد للعب في صفوف المنتخب لأول مرة. إليكم أسماء اللاعبين المعنيين بودية هذا الشهر: منصف بقرار مهاجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، ثم فايزر ظهير أيمن في أحد الأندية الألمانية، النجم أنيس حاج المتألق في الدوري الهولندي، وكذلك رفيق جيطان سيتواجد في القائمة لخوض مباراة جنوب أفريقيا وبوليفيا في الشهر الحالي. وفي الأخير، ما رأيكم في قرار ياسين عدلي الذي اختار اللعب لمنتخب فرنسا؟ آراءكم تهمنا في التعليقات. إلى لقاء آخر بإذن الله.